السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل مع بعض الرواق الفلاحي الطري. هنعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله مع بعض. في البدايه كده طبعا على حسب كميه الدقيق اللي انت مستخدماها. انا النهارده هعمل نص كيلو من الدقيق. هنبدا كده ننخله مع بعض. الرواق الطري الفلاحي طريقته سهلة جدا وبسيطة. ممكن تخبزيه في الغاز، في الفرن الغاز أو فرن البوتاجاز أو كمان على البوتاجاز. فاحنا النهاردة إن شاء الله هنعجنه كده بكوباية من اللبن، وكمان هنخبزه مع بعض كده على البوتاجاز إن شاء الله بطريقة سهلة جدا. إن شاء الله الفيديو يعجبك. هبدأ كده أول حاجة كده نزلت طبعا برشة من الملح وكمان كوباية من الدقيق، بتنزلي بيها كده تدريجيا وهتبدأي كده تلمي العجينة كويس. اهم حاجة في الرقاق طبعا العجن بتاعه، فبتبدأي تعجنيه كويس جدا. هبدأ كده طبعا ألم العجينة. اهم حاجة ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بدأت كده ألم العجينة وهنزل كده بنص كوباية من الزيت على السمنة. ممكن طبعا تستغني عن السمنة أو الزيت وتضيفي حاجة بس أو مكون واحد بس منهم. فأنا النهاردة عاملة نزلت كده بمعلقتين من السمنة على معلقتين كبار من الزيت. وهبدأ طبعا بتفتل منك في البداية، ما تخافيش، بعد كده بتلم معاكي تاني. بدأت كده تلم معايا كويس جدا. هبدأ طبعا اديها كمان شوية كده طبعا اخد ودي كده في العجينة كويس جدا. تعجنيها عشان تاخدي نتيجة كويسة جدا في الاخر. وتبدأي كده بتشكل عجينتك زي ما انت عايزة على حسب رغبتك. طبعا القطعية هنا على حسب رغبتك. هبدأ كده اقطع القطعية. انا طبعا مقطعاها متوسط، ممكن تصغري القطعة او تكبريها على حسب رغبتك. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وكمان العجن بتاعه خفيف جدا. بيطلع معاكي طري كده وجميل جدا. نص كيلو طلع معايا 13 قطعة، يعني 13 رقاية طرية وكمان طعمها لذيذ جدا. هبدأ كده اسيبه يرتاح ربع ساعة. سيبته كده ارتاح وهبدأ كده طبعا هفرده معاكي. الفرد بالنشابة او باي وسيلة عندك، نشابة اي حاجة عندك. هبدأ كده افرده شوية بالنشابة وكمان بالعجلة كده هبدأ طبعا افرده. طبعا الرقاق احنا بنريحه، ممكن لو مش هتعرفي تريحيه بتكتفي بس ان انت بتفرديه كويس جدا على الرخامة. وكمان عشان التصوير هسيبه يرتاح شوية جنبي. ممكن انت تخبزيه على طول بعد ما تفرديه او تبططيه. فانا هنا طبعا هكتفي بس ان انا الاول يعني انا هفرده وبعد كده هسيبه يرتاح شوية عشان هنروح مع بعض برضو نخبزه. طريقته سهلة جدا وبسيطة ان شاء الله. الفيديو سهل جدا وان شاء الله الفيديو يعجبك. بدأت كده طبعا عشان وقت الفيديو هعمل كمان واحدة معاكي وبعد كده هنبدأ كده نخبزه مع بعض. ممكن تعجنيه بلبن رايب. انا هنا عجنته بلبن حليب. بتفرديه فرده وتبطيطه سهل جدا. لو وصلت للفيديو لغاية هنا ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا بكون مسخنة صينية او صاج على البوتاجاز، بتسيبيها كده على نار متوسطة وبتبدأي كده طبعا بتاخدي رقاقية برقاقية كده وبتبدأي طبعا تخبزيها. خبيزه سهل جدا. يلا بينا هنخبز كده مع بعض. انا طبعا مسخنة الصينية من قبلها. تبدأي كده بالنشابة وبتفرديها وبتضغطي كده عليها. اول ما بتبدأ كده يعني بتظهر كده فقاعات طبعا بتقلبيها. خبيزه سهل جدا. مش هتعرفي تخبزيه في الفرن او في البوتاجاز. الخبيز هنا في الصاج سهل جدا وكمان بتاخدي منه نتيجة جميلة جدا في الاخر. بتبدأي طبعا بتقلبيه على الجنبين، بياخد معاكي اللون الجميل ده. كده بدأت تستوي معايا.
طرية جدا، وبتبدأي كده تحت فوطة، وكمان بتحطيه يعني بتغطيه بكيسة كده نايلون عشان يفضل طري وجميل كده معاكي. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان ابدأي كده بنص كيلو جربيه وان شاء الله هيعجبك جدا. بدأت كده طبعا اطلع كمية الرقاق بتاعتي، تبدأي كده بتفرديه وبتقلبيه على الجنبين، ما بياخدش معاكي دقايق. ده الشكل النهائي ليه. طبعا طري وجميل جدا، وكمان ريحته جميلة جدا. ان شاء الله الفيديو يعجبك وتجربيها رمضان وفي رعاية الله.